سريعة موفرة جدا واقتصادية، حرفيا بمعنى الكلمة اقتصادية جدا. يعني لو عندك كوباية رز وحتة فرخة ايا كانت حجمها هتقدري تعملي غدوة كاملة منها. الرز المبهر بقطع الفراخ هنعمله في البيت بألذ طعم واسهل طريقة. حرفيا كده كل مكوناته موجودة عندك في البيت، يعني مش هتضطري ان انتي تشتري اي حاجة من بره. ريحته خطيرة، طعمه ده غير شكله اللي هيبهر اي حد هيشوفه او هيدوقه من ايدك. وفي حلة واحدة هنعمل غدوة كاملة. تابعوا معايا خطوة بخطوة علشان توصلوا للنتيجة. قبل ما نكمل الفيديو او نبدأ الفيديو، اعملي لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتابعي القناة واعملي لها اشتراك وفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك مني وتتابعي وصفاتي. انا هند سليم. يلا نبدأ الوصفة ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا قطعة فراخ، يعني نص صدر فرخة، ممكن كمان تستخدمي الوراك. اخدتها قطعتها كده قطع مربعة بالشكل اللي احنا شايفينه قدامي ده. ممكن تكبري القطع وتصغريها عن كده حسب ما انت عايزة. وبعدين هجيب بقى ايه البهارات اللي عندي عشان اتبلها. معايا معلقة من الكركم، معلقة من البابريكا، معلقة من بهارات الكبسة، ومعلقة من البصل البودر، ومعايا معلقة هنا من بهارات اللحمة، ومعايا معلقة كده من دبس الرمان علشان يعزز اللون معايا وبيدي طعم مزز وجميل. معايا هنا معلقتين زيت، هنزل بهم كده على الخليط واقلبهم كويس كده، وبعدين انزل بيهم بالفراخ اقلبهم كويس. وبعدين يستحسن ان انتي تسيبيها في التتبيله يعني لفتره، يعني نص ساعه اقل حاجه. انا هنا عشان كنت مستعجله فعملتها على طول. حله على النار وفيها ربع كوبايه من الزيت ومكعب من الزبده. اخدت الفراخ كده القطع ونزلت بيها، شوحتها بالشكل ده. خلي النار عاليه علشان تديها صدمه، علشان ميه الفراخ ما تنزلش فيها وتنشف منك. ابدا ان انا اقلبها كده بالشكل ده واشوحها. وبعدين انزل معايا كده بصله متوسطه، قطع يعني ابشريها، وقطع متوسطه مش مفروم رفيع. شوحيها كده وبعدين انزل بمعلقه من الصلصه. معايا كوبايه من الرز البسمتي مغسوله ومش منقوعه ومتصفيه كويس، وانزل بيها. هقلب كده وافضل اشوح كده لمده 5 دقايق. التشويحه دي في الزيت والزبده بتدي يعني لمعه للرز وبتدي له فلفله كده وبيبقى مفلفل مش معجن. انزل بقى معايا هنا حبايتين من المستكه والحبهان وعود من ورق اللورا، وبعدين املح الرز كده واظبط له ملحه. وبعدين انزل معايا بكوبايتين من الشوربه هنا تكون سخنه او دافيه يعني اضعف الايمان. لو ما عندكيش شوربه ممكن تنزلي بكوبايتين من الميه ومعاها مكعب من مرق الدجاج. هسيبها على النار لحد ما يستوي تماما، واول الميه ما تنشف عليه ههدي النار واسيبه وما تقلبيش فيه كتير. وبعدين بعد الرز ما استوى طلع معايا بالشكل ده. شايفين؟ من كوبايه رز وحته فرخه صغيره جدا، يعني كانت ممكن تترمي ما كانش ليها لازمه. عملتي منها غدوه وعملتي يعني حرفيا حله كبيره مليانه من الرز المبهر. غدوه جميله جدا، ممكن تعمليها غدوه او عشوه، يعني غدوه اقتصاديه جدا فعلا وما خدتش يعني حلل كتير او اخدت اي حاجات كتير. يعني جميله جدا، طعمها خرافي يا جماعه وجربوها. موفره جدا، مش هتقدري ان انت يعني تشتري اي مكونات من بره ولا توابل ولا بهارات، كلها موجوده عندنا في البيت. لو كملتي الفيديو معايا لحد هنا ووصلتي للقطعه دي اعملي لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، واعملي متابعه للقناه واكتبي لي رايك في الكومنتات تحت. هتقدري تقدمي جنبه سلطه زبادي، وممكن اي صوص او اي طحينه، مايونيز كمان، واي سلطات. سلطه الدقوس تمشي معاه يعني بتبقى جميله جدا. ممكن تقدميها لوحده من غير اي حاجه معاه، وممكن تقدميه قدام اطباق تانية. مع السلامه.